شنو رايكم كي نجمعوا ما بين حاجتين يحبوهم التوانسه، الكنافه والبقلاوه، باش نعملوا بهم صينيه تعمل 66 كيف سهله، تحضر تك تك وزيد بنينه برشا برشا. اول حاجه خديت البات نتاع الكنافه، قصيتها بالسكينه وباش نشخشخها بالزبده من غير حليب. الزبده غليتها ونحيت لها الحليب وشخشختها في وسط الكنافه، وباش نخليها على جنب ناخذ برقات البقلاوه ندهنهم كيف كيف بالزبده من غير حليب، وباش نحط عليهم الكنافه اللي حضرناها من الاول ونشخشخ بالفاكهه. الفاكهه حطوا على كيفكم، انا خلطت ما بين لوز احمر مقلي بالقشور ومعاه البفريوه كيف كيف مقليه، رحيتهم وحطيتهم في وسط البقلاوه وباش نرولي ونكبس بالكدا وانا نرولي، ومن بعد باش نقصهم هكايا نحاولوا نجيبوهم قد قد. وفي الوقت هذاك انا ديجا حطيت الفور نتاعي يسخن على 170 درجه باش نرصفهم بالطريقه هذيا في الصينيه نتاعي وندهنهم من فوق، نرش عليهم هكا الزبده من غير حليب هكا نشخشخهم وندخلهم يطيبوا في الفور وعيني عليهم باش ما يتحرقوش. اول ما يحمروا بالطريقه هذه نخرجوهم والشحور نتاعنا يكون حاضر. طيبت شحور خفيف، تلقاو المقادير نتاعو الكل تحت الفيديو. نصبوا ونشخشخ به اكل البقلاوه. وتوا باش نزين بالفستق، هذه خطوه اختياريه، الفاكهه وتنجموا تحطوا اللي تحبوا، وبالطبيعه شحرناها وهي سخونه والشحور زاد راهو سخون، ومن بعد نخليوها تبرد كومبليتمون باش نجموا ناكلوها وتلقاو فيها تقرميشه راهي قد ما نحكي لكم عليها بنينه وشويه.